بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها إعلان الرئيس التركي أردوغان أن الحكومة ستقدم للبرلمان التركي قانون القتل الرحيم للكلاب، لأنه يوجد في شوارع تركيا الآن نحو 10 ملايين كلب، وقتلت العديد من الأطفال والمواطنين الأتراك. في خلال العامين الماضيين قتل 200 مواطن تركي على أيدي الكلاب، يعني معدل كل 3 أيام هناك مواطن تركي أو طفل تركي يقتل. وللأسف طوال ال10 سنوات الماضية لم يكن أحد يهتم، وأدى ذلك إلى عزوف الناخبين عن تأييد حزب الرئيس التركي أردوغان، لدرجة أن حزب أردوغان خسر في الانتخابات المحلية 5 ملايين صوت. هناك غضب شعبي على حزب أردوغان لأنه دائما يتجاهل أصوات القاعدة الإسلامية المحافظة، ويعني المسألة هي إرضاء اليساريين وماذا يريد اليساريين. فالآن بدأ حزب أردوغان يعود إلى الطريق الصحيح. الحمد لله، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكمل في اتخاذ القوانين الصحيحة بحيث تعود ثقة الشعب التركي مرة أخرى في هذا الحزب. أصوات اليساريين بدأت مرة أخرى تقول لا، وكيف يجري جمع الكلاب وما إلى ذلك. هؤلاء الذين يعارضون جمع الكلاب من الشارع هم أحفاد الذين جاءوا من سيلانيك وخلعوا السلطان عبد الحميد عام 1909 ولم يخرجوا من اسطنبول حتى يومنا هذا. فتركيا تحتاج معركة للاستقلال من الاحتلال السيلانيكي، احتلال خفي، دولة عميقة لهذا اللوبي اليساري اللي بيعتبر ان الكلاب اهم من الانسان التركي واهم من المرأة التركية والطفل التركي. تعالوا نبدأ ونرى. نبدأ اولا بالرئيس التركي أردوغان الذي اعلن عن هذا القانون. Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vaz ettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız. لا يخفى علينا أن اليسار متمسك بوجود الكلاب في الشوارع، لأنه الإسلام يحظر ويحرم تربية الكلاب إلا إذا كانت للحراسة أو الصيد فقط، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وأن الكلب إذا لمس أو شم ملابس الإنسان فإنها تصبح نجسة ولا يستطيع هذا الإنسان أن يصلي. فلذلك اليسار متمسك بهذه الكلاب. لماذا؟ لأنها ضد الإسلام ولأنها تعرقل، لأنها قذرة. الإسلام دين الطهارة. لما تفتح أي كتاب فقه أول باب فيه باب الوضوء، باب الطهارة. طيب اليسار وكل هؤلاء لا، هي أول حاجة عندهم إيه؟ باب النجاسة. يعني هم حريصين على مسألة النجاسة وأي حاجة فيها قذارة والعياذ بالله. تعالوا حضراتكم نكمل، وسوف نعرض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن تحريم تربية الكلاب في البيوت. هنا حضراتكم في صحيفة يني شفق: التنظيم القانوني المتعلق بالكلاب الضالة قادم إلى البرلمان، الخيار الأخير هو إعدامهم أو القتل الرحيم. وأن الكلاب الضالة تسببت في مقتل 100 مواطن تركي خلال عامين. تخيلوا 100 مواطن تركي قتلتهم الكلاب. لو أن السوريين هم اللي قتلوا 100 مواطن تركي كانت قامت الدنيا ولم تقعد. ولكن تلاحظون اللي بيشنوا حملات على المسلمين السوريين هم أنفسهم الذين يعني يؤيدون أن الكلاب تقتل المواطنين الأتراك عادي جدا، لأنهم يكرهون السوريين لأن السوريين مسلمين، فهناك عداء للإسلام. وبما أنه ترك الكلاب في الشوارع ضد الإسلام وتربية الكلاب في البيوت ضد الإسلام، فيشجعون هذا ويعني يدعمونه بكل قوة. هنا أيضا في صحيفة يني شفق 80% ممن شاركوا في استطلاع عن الكلاب الضالة قالوا يجب وضع الكلاب في الملاجئ، وكذلك يجب وضع الكلاب في وضع النوم أو اللي هو القتل الرحيم. يعني في صحيفة يني شفق تتوقع أنه يصل عدد الكلاب في تركيا إلى 50 مليون كلب خلال ال10 سنوات المقبلة. عدد الكلاب في تركيا حاليا العدد التقريبي أو التخميني 10 ملايين كلب. طبعا الكلبة تنجب في السنة 8 كلاب، وطبعا والكلاب دي بتتكاثر، يعني مسألة. ففي تركيا يقال 10 ملايين كلب. تخيلوا حضراتكم لو أن كل كلب يأكل دجاجة واحدة في اليوم، فاحنا محتاجين يوميا 10 ملايين دجاجة لإطعام هذه الكلاب. كم تكلف الاقتصاد التركي؟ يعني ممكن تكلف لها الاقتصاد التركي 3 مليار دولار، 5 مليار دولار، يعني بنتكلم في 150 مليار ليرة تركية أو شيء من هذا القبيل. ثم بعد ذلك يقولوا الأزمة الاقتصادية، الفلوس لا تكفي، مش عارف إيه. لأنه للأسف الشديد أن الحكومة والبلديات لو أنها التزمت بالإسلام فيما يتعلق بتربية الكلاب لانتهت هذه الأزمة. يعني هذا بند، إذا الحكومة أغلقت جمعت هذه الكلاب ووضعتها في أماكن منعزلة حتى تتركها حتى تموت، هذا سيؤدي إلى توفير على ميزانية الدولة، بنتكلم 5 مليار دولار، 10 مليار دولار، رقم ضخم جدا. ولكن تجد أوميت أوزداغ وهؤلاء وكل هؤلاء اللي هم من أحفاد بني إسرائيل، هؤلاء يقولون أن المشكلة في السوريين، رغم أن السوري بينتج لا بيأكل أطفال ولا بيأكل أحد، لكن مشكلتهم مع السوري أن السوري مسلم، لكن أن الكلاب بتأكل الحيوانات، بتأكل الفراخ. طب ما هي نفس هذه الكلاب، يعني 10 ملايين كلب يأكلون القطط،
أين بقى الرأفة بالقطط وأن القطط بتتعرض للانقراض والقطط بيجري افتراسها؟ ولا حاجة. هم يتعاطفون مع حيوان واحد هو الكلاب. المسألة بسيطة، إذا هم بيحبوا الحيوانات فالحكومة تترك الأغنام في الشوارع، تترك الأبقار في الشوارع. ما هي الأبقار، الطيور، الوز والفراخ وغير ذلك في الشوارع، ما كل هذه حيوانات. لماذا يجري حظر كل الحيوانات في الشوارع وكلها مفيدة وطاهرة وحيوانات رائعة إلا الكلاب؟ الملائكة لا تتواجد في مكان فيه كلب، ولذلك لما الكلاب بتنتشر في مكان البركة تقل فيه، وهذا ما يدركه العلمانيين. أنا فوجئت أن العلمانيين اللي بيحدثون عن العلم يؤمنون بالتنجيم والأبراج والخرافات، هذه خرافات، وأنتم تقولون العلم العلم العلم. لكن تفاجأ هم أول ما يقعدوا يشتموا الإسلام باسم العلم، وبعد ذلك تجدهم في طريق الخرافات وبرجك اليوم وحظك اليوم، وكل هذا من الديانة الهرمسية اللي هي مذكورة في القرآن، واتبعوا ما تتلو الشياطين. المهم تعالوا نكمل حضراتكم. هنا حضراتكم طبعا كثير من الأطفال للأسف الشديد قتلتهم الكلاب في الشوارع، الكلاب جائعة بتنهش في هؤلاء الأطفال. هنا مثلا الصحفي التركي محمد علي أولو كتب عن أحد الأطفال، طبعا هناك صور كثيرة لكن أنا للأسف لن أستطيع عرضها لأنه هيجري يعني وضع الفيديو فوق السن 18 سنة. انظروا هنا هو بيتحدث أنه يعني إذا كانت قيمة كلابك أهم من الأطفال فلا يعني يجب إنقاذ الأطفال، وده صح. هنا الصحفي التركي زكي باجي نشر صور للحدائق. انظروا حضراتكم الكلاب موجودة في كل، طبعا الكلاب بتبول يعني بتجعل العشب نجس والمقاعد نجسة يعني بتصبح الحدائق قذرة حضراتكم للأسف الشديد. ويعني أين الطهارة؟ يعني إحنا مسلمين يا جماعة، يعني الدولة العثمانية لم يكن يسمح بها بهذا الكلام، يعني أين الطهارة؟ وإحنا بنقول المسلمين هم اللي علموا الإسلام كله الطهارة. انظروا الكلاب في الحدائق، الأطفال طبعا غير آمنين، ولا الأطفال ولا النساء، يعني أصبحت مشكلة أمنية. وصل الأمر حضراتكم إلى أنه ما يقرب من 250 ألف جريح أصيبوا بداء الكلب سنويا في تركيا. يعني عندنا 250,000 مواطن تركي كل سنة يصابون بمرض داء الكلب ويكلف علاج، فمحتاجين تأمين صحي ومحتاجين ضرائب ومحتاجين يعني بند ميزانية الكلاب ممكن يكون بيكلف المجتمع التركي أو الاقتصاد التركي 5 مليار دولار أو 150 مليار ليرة تركية. تخيلوا هذه الأموال أليس الأفضل إن هي توفر وتوجه للمتقاعدين؟ هذه الأموال أليس من الأفضل أنها توفر وتوجه لحالات الأرامل والأيتام وغير ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا حضراتكم وزير الصناعة السابق مصطفى برنخ وعضو في البرلمان قال إن هو سوف يؤيد هذا القانون بكل قوة. فقال لدينا عدد لا يحصى من الحالات أو الأشخاص الذين قتلوا بسبب الكلاب، العديد من الأطفال تعرضوا للصدمات أو الجروح، العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم. تشعر أمهاتنا بالقلق عند إرسال أطفالها إلى المدارس، يشعر كبار السن بالقلق من المشي في الشوارع. بصفتي ممثل لمواطنين عن مدينة بورصة في البرلمان التركي سأدعم بشكل كامل جميع المقترحات أو القانون بما في ذلك التهدئة أو القتل الرحيم، وهو القانون الذي سيقدم إلى البرلمان لحل هذه المشكلة. هنا في قناة الأناضول تحدثت عن الدول الأوروبية ماذا تفعل، لأن احنا كمسلمين طبعا نسينا الإسلام، احنا أهم حاجة ماذا تفعل فرنسا. فهنا مثلا ماذا تفعل فرنسا حضراتكم؟ قالوا فرنسا فيها عقوبة السجن 3 سنوات لمن يترك كلبه في الشارع. دي فرنسا. طيب لماذا تركيا لا تقلد فرنسا؟ يعني أخذوا القانون من فرنسا والقانون من سويسرا والقانون من كذا. طب يجب تقليد فرنسا في مسألة الكلاب؟ قالوا لا. طب يجب تقليد أمريكا في مسألة الفايدة، يعني الفايدة في تركيا الآن 50%، الفايدة في أمريكا 5% فقط، الفايدة في اليابان 0% أو أقل من 0 يعني. المهم فلماذا يجري تقليد أمريكا في الأمور التي تضر ولا يجري تقليد هذه الدول في الأمور التي تفيدنا يعني؟ المهم ادي مثلا في طبعا المانيا فيها نفس العقوبات وفي ضرائب اصلا، اللي كل واحد عنده كلب في البيت او كذا بيبقى عنده ضرائب. هنا الرئيس الروماني تريان باسيسكو قال انه هيحل مشكله الكلاب الضاله، وقال لقد انتخبني الشعب الروماني وليس الكلاب، قائلا لا يمكنني الانتظار حتى يقتل طفل اخر بعد الان. نوضح ان تربيه الكلاب في البيوت حرام شرعا، والرسول صلى الله عليه وسلم حرم ذلك ومنع ذلك تماما، إلا تربية الكلاب لحراسة الأغنام أو الحيوانات أو غير ذلك يعني. ولكن للأسف بسبب سيطرة اللوبي اليساري على الإعلام في تركيا، فللأسف أدعو علماء المسلمين في تركيا، أدعو المشايخ في المساجد، أدعوهم أن يخطبوا عن تحريم الإسلام لتربية الكلاب في المنازل، لأنه لا يجوز الصلاة في بيت فيه كلب ولا شيء من هذا القبيل. تعالوا حضراتكم كده نقرأ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. هنا في صحيح البخاري الحديث 172 أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7.
شوفوا حضراتكم، الكلب لو شرب إناء أو لمس إناء أو كذا يغسل 7 مرات من شدة نجاسته، والكلب يعني لعابه كله فيروسات، وحاجة مقرفة جدا للأسف. طيب هنا أيضا الحديث رقم 5346 والحديث رقم 5347 في صحيح البخاري: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب، يعني بيع الكلب والإتجار في الكلاب حرام، وكسب البغي الدعارة حرام، يعني أموال الدعارة، ولعن المصورين. أيضا في صحيح البخاري الحديث 2332 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا ربى كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب للحرث أو للمشي أو حرث المشي. أيضا في صحيح البخاري الحديث 2237 أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، يعني تجارة الكلاب حرام، تربية الكلاب حرام، وجود الكلاب في المنازل داخل البيوت حرام، استخدام الكلاب للترفيه حرام. الكلاب تستخدم فقط لمن عنده غنم، لمن عنده يحتاج حراسة ضد اللصوص أو شيء من هذا القبيل. وأنا كفلاح يعني احنا ربنا كلاب من قبل، لكن الكلب لا يلمسنا. هذا كان يعني المسائل المعودين على الكلاب، ان الكلب لا يدخل المنزل، لا يقترب من المنزل، الكلب لا يلمسك، لا يشم الملابس لأنه يؤدي إلى نجاستها ولا نستطيع الصلاة، فكل هذا كان محظور. يعني الكلب يظل بعيدا ولا يقترب أبدا مننا ولا نلمس الكلب، لأن طبعا هذا يؤدي إلى ده في أمراض وفي قاذورات وفي فيروسات وفي حاجات يعني سيئة. وطبعا يجب للأسف أنه بلاحظ من نقاشي مع الإخوة الأتراك أن هذه المسائل غير منتشرة عنهم، وطبعا الحروف اللاتينية مع سيطرة اليسار على الإعلام وعلى كذا للأسف يعني حبذا لو شؤون الديانة تقوم بدورها، والمشايخ في المساجد يقومون بتوعية المسلمين في تركيا بهذا، وليت خطباء المساجد يخطبون عن هذا الأمر، عن تحريم اقتناء الكلاب وتربية الكلاب وتجارة الكلاب، لأنه هذا موجود في صحيح البخاري، وكما تشاهدون ده حديث كثيرة جدا. يعني انظروا، الرسول صلى الله عليه وسلم وضع تجارة الكلاب مع الدعارة اللي هي التجارة في النساء والعياذ بالله. أيضا في صحيح البخاري الحديث 5949 قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. فننتبه يا جماعة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث 2323 أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. يعني إذا ما كانش الكلب بيحرس له ماشية بقرة أو أغنام فهذا يعني أيضا حرام. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري الحديث 5960 باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، أنه وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فراث عليه، تأخر عليه حتى اشتد ذلك على النبي حزن يعني أو قلق، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد، فقال له جبريل عليه السلام: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، لأن صورة اللي هي رسم أشخاص على الملابس. يعني حضراتكم طبعا احنا لو نلاحظ هنجد أن المساجد ممنوع فيها الصور، ملابسنا كمسلمين أيضا لا يوجد فيها صور، لكن في أوروبا اللي يدخل الكنائس أو كذا بيجد فيه رسمين صور أشخاص وكذا. طبعا باقي التفسير يعني في أحاديث أخرى لكن الوقت لا يتسع أن أعرضها، أنه كان في ستارة في منزل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها رسمة لإنسان، يعني فهذا سبب عدم دخول سيدنا جبريل للمنزل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أبعد هذه الستارة ونهى السيدة عائشة عن ذلك. يعني طبعا يعني ارتداء ملابس عليها صور أشخاص حرام شرعا، ولكن الحلقة ليست مخصصة لذلك، ولكن أنا بشرح ليه الحديث. طبعا نحن في الإسلام مأمورين بالرفق بالحيوان وحسن معاملته، لا يجوز تعذيب أي حيوان، لا يجوز إلحاق الضرر به، إنما نعامله برفق، لكن في النهاية في أنه هذا لا يؤدي إلى ضرر أو لا يؤدي إلى كارثة أخرى. هنا حضراتكم في صحيح البخاري الحديث 2466 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يسير في طريق فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزل الرجل البئر وملأ خفه من الماء فسقى الكلب. قالوا: يا رسول الله، هل لنا في البهائم لأجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. فنحن مأمورين، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحسن معاملة كل الحيوانات، ولكن تربية الكلاب في البيوت ممنوع، ترك الكلاب في الشوارع حرام، الكلاب انها تلحس جسم انسان او ملابسه او تشمه، كل هذا حرام. واللي لو الكلب لمس ملابس شخص عليه ان هو يغسل هذا الملبس 7 مرات او اقترب من اناء او شيء من هذا القبيل. شيء مقزز جدا، يعني ان واحد يعني مش عارف الناس كيف تأكل او يعيش مع كلب
ويقوم بالشم الأواني وغير ذلك، أو يلمس اليد أو الأصابع، حاجة يعني وفيروسات وكذا يعني. في النهاية بندعو حزب الرفاه الإسلامي أن هو يدعم حزب أردوغان في هذا القانون في البرلمان. فحزب الرفاه الإسلامي بيقول أنه هو مرجعاته الإسلام وأنه بيطبق الإسلام. فألف باء هو أنه هذا الحزب يقول يعني شكرا أردوغان، وأن القرار اللي أنت بتتخذه صحيح، وأن هذا يوافق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة سترتفع شعبية حزب الرفاه الإسلامي. يعني إذا فتح أربكان رئيس الحزب يريد أن يكون رئيس تركيا عام 2028، هذا يتطلب منه أنه يدعم الاتجاه نحو الهوية الإسلامية في تركيا، وأنه يؤيد هذا القانون. بل كنت أتوقع أن حزب الرفاه هو الذي يقدم هذا القانون بنفسه ويحرج الحزب الحاكم. احنا عاوزين يعني حزب الرفاه يقدم مثلا قانون لإعادة الحرف العثمانية، يقدم قانون أو على الأقل يجري عمل فصول مباني خاصة للبنات داخل الجامعات وغير ذلك، باعتبار أن هذه سياسة نجم الدين أربكان رحمه الله. وندعو الله سبحانه وتعالى أن ابنه فتح أربكان يسير على نفس الطريق، وأنه فتح أربكان يسأل نفسه دائما ما هو الحلال وما هو الحرام، وماذا قال الله وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يبتعد عن طريق اليساريين. اللهم آمين. نختم أخيرا بما قاله عبد الله جول رئيس تركيا السابق لما كان عضو في البرلمان سنة 1995، وهو يشخص لنا أساس المشكلة في تركيا والكارثة في تركيا، أن أوروبا بتعطي الحكومة التركية أموال مقابل أن هي تتحكم في الأسرة التركية وقوانين الطلاق والزواج وهدم الأسرة وتدمير المجتمع التركي. وللأسف أن الحكومة التركية سارت في هذا الاتجاه، وإحنا شفنا النتيجة أن الحكومة خسرت كل البلديات، وهتكون هذه كارثة كبيرة جدا في الانتخابات الرئاسية المقبلة. فعلى الحكومة أنها تتجه لليمين، على الحكومة أن تعود إلى الطريق الإسلامي وأن تبتعد عن طريق اليسار. فالأموال ستذهب وتجيء، لكن الإنسان التركي لن يعوض مرة أخرى. ونحن نشاهد في غزة أحسن ما تملكه غزة، غزة تملك الإنسان. لكن كل الدول العربية كلنا كشعوب عربية نحن 400 مليون عبد، لا يوجد إنسان إلا في غزة. فغزة أهم ما تملكه لا البترول ولا الغاز ولا المعادن ولا كذا، غزة تملك الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تملك الفخر بالإسلام والعزة بالإسلام. ولهذا نصر الله سبحانه وتعالى غزة. تعالوا نسمع عبد الله جول. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giremeyeceği kesindir. Bunu Avrupalılar söylemektedir. Avrupa'nın önüne gelen bütün politikacılar bunu söylemektedir. Avrupalı filozofların hepsi söylemektedir. Çünkü Avrupa Birliği bir Hristiyan birliğidir. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu dünkü Avrupa Birliği'nin başındaki Delors söylüyor. Dünkü İngiliz Başbakanı söylüyor. Bunu söyleyen herkes vardır Avrupa'da. Bunu herkes biliyor. Aslında Türkiye kendi gayretleriyle girmedi. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin alınmayacağı kesin olunca Türkiye'nin de kendi başına bırakılması Avrupa'nın çıkarına değildi. Çünkü Türkiye'nin önünde büyük bir potansiyel vardır. Bu tarihi bir potansiyeldir. Bu bir realitedir. İstesek de istemesek de. İşte Türk Cumhuriyetleri çıkmıştır. İşte İslam ülkeleri vardır. Bugün bir Almanla siz Azerbaycan'a gittiğinizde, Kazakistan'a gittiğinizde gösterilecek ilki çok farklıdır. Avrupalı bunu bildiği için Türkiye'yi serbest bırakmak istememiştir. Çünkü Türkiye'de dürüst bir yönetim, sermayenin, holdinglerin emrinde olmayan, halkın emrinde olan bir hükümet iş başına gelirse Türkiye bu potansiyeli kullanır ve Türkiye tekrar eskiden olduğu gibi bir denge unsuru olur. Bunun bilincinde olan Avrupa, Türkiye'yi işte hem kendi avantajlarından faydalandırmayarak bir mekanizma bulmuştur ve Türkiye'yi gümrük birliğine böyle sokmuştur ve yeni bir statü vardır bugün. Şimdi peki niçin Türkiye buna girdi? Sayın Başbakan'ın Washington Times gazetesinde Harold Türbin'de çıkan makalesi ortada. Bizi almazsanız diyor, Türkiye'de kökten dincilik, yani İslami şuur, yani insanlar tekrar Müslümanım diyen insanlar Müslümanca yaşamaya başladılar. Bu gelişiyor, bu bir tehlikedir sizin için, bizi alın diyor. Bu da Tanzimat Fermanı'ndan Mustafa Reşit Paşa ile başlayan zihniyetin devamıdır. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. في الختام هنا كتاب الدكتور بهاء الأمير عن فك شفرة سورة الإسراء، الدولة العميقة التي تحكم العالم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من 1400 سنة. وأنا بعتبر أن هذا الكتاب كتاب أساسي في فهم السياسة الدولية، فأرجو الاستماع لهذا الكتاب. هنا في رسالة على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر انستجرام تيك توك غير ذلك. هنا قناة فيديوهات الوثائقات التاريخية أرجو أن تشاهدوا الأمات في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.